اوعي تكوني هتعملي فتة العيد السنة دي زي ما متعودة تعمليها كل سنة. هاتي انتي بس اللحمة وتعالي نبهر جوزك وحماتك بتركات طنطك شيماء. يلا بينا. هاتي لي حتة لحمة من القطعية اللي تعجبك، انا استخدمت الموزة الضاني، فيلا بينا نشوف تركات سلق الضاني للحصول على شوربة رايقة ولحمة دايبة من غير نقطة زفارة. حطي اللحمة في الحلة وانزلي عليها بمية مغلية، وأول ما تغلي اتخلصي من الريم اللي بيطلع على الوش ده. واوعي تسمعي كلام الناس اللي بتقولك ارمي المية وحطي مية جديدة، لأنك بكده بترمي كل القيمة الغذائية اللي طالعة من اللحمة للشوربة في الأرض. أول ما الشوربة تروق نضيف المطيبات اللي هي بصلاية بيضة عشان ما تغمقش الشوربة، جزر وطماطم بيدوا تسكيرة ويساهموا في التسوية، توم وجنزبيل وفلفل اخضر بيدوا نفس يجنن للشوربه وبرده بيقضوا على الزفاره. فلفل اسود يا حبذا يكون مجروش مش مطحون عشان ما نغمقش الشوربه، مع رشه جوز الطيب. فصين حبهان وفصين مستكه بيبيضوا الشوربه جدا، وبديل المستكه ورق اللورا. بقفل الحله واسيب الكلام الجميل ده في امان الله لحد ما اللحمه تستوي. ولو ما عندكيش حله ضغط حطي 3 تمرات بنواهم في الحله، هتسرع نضج اللحمه جدا وكانك عندك حله ضغط. وعلى ما تستوي اللحمه نعمل احلى صلصه هتدوقيها في عمرك كله. وعلى فكره الصلصه دي تنفع كمان كصلصه للكشري المصري، بتبقى تجنن. طماطم ونص فلفلايه حمراء بتعزز اللون جدا، وقرن فلفل اخضر وبصلايه مع فصين توم بيدوا نفس ما حصلش. انزلي عليهم بشويه ميه مغليه صغيرين قوي، كده كده الطماطم هتنزل ميتها. ارفعيهم على النار، واول ما يستووا اتخلصي من القشر بسهوله كده واضربيهم في الخلاط. وفي نفس ذات الطاسه انزلي بشويه زيت على حته زبده وحبه توم حلوين كده. اول ما التوم يصفر وريحته تفحفح نطفيه بشويه خل مع عصير ليمون، وننزل بالصلصه بتاعتنا ونضيف لها سكر ونص كميه السكر ملح مع فلفل اسود، واختياري ممكن نضيف كزبره ناشفه. ولو قولونك سليم وتمام خدي مني التركه دي، ضيفي للصلصه بتاعتك معلقه توم ني قبل ما تطفي بدقايق. وخدي عندك بقى شويه صلصه بميكس نكهات رهيب ما بين الحلو والحادق والمزز. شويه صلصه لا دقتي ولا هتدوقي في جماله. اما تركاتي في العيش بقى فهي اني بقطعه بالشكل اللي بحبه وانزل عليه بزبده مذابه وعلى الفرن او الاير فراير لحد ما ياخد اللون الموحد اللي يجنن ده. اقوم مملحاه ودعكاه بكام فص توم ني. وآية قولوني كياني انا عارفه، بس نستحمل يا جماعه شويه، هو العيد بيجي علينا كم مره. انا العيش ابو زبده وتوم ده بالنسبه لي احلى واطعم من اللحم. اما تركاتي في الرز فهي اني بنزل على شويه زيت بفصين مستكه يوناني وبديلها ورق اللورا، وبعدين ننزل بالميه المغليه والملح وقيمه كوبايه حليب. واول ما الرز يتشرب بنهدي، وبعد تمام التسويه بنضيف معلقه سمنه بلدي. اضافه السمنه البلدي في الاخر بتعزز الطعم جدا، مع شويه حليب اللي حطيناهم دول بقى هتحسي كانك بتاكلي رز معمر. نروح بقى نبص على اللحمة فنلاقيها استوت وذابت بالشكل ده، والشوربة رايقة وكله تمام. وخدي التركاية دي بقى من اختك واعمليها كمان مع الكوارع، وما تنسيش تدعيلي. صينية وحطي عليها شبكة، رص اللحمة ودوبي حتة زبدة وعليها لون زعفران وليمون كتير قوي مع فصين توم وشوية بقدونس، ودهني بيهم اللحمة. وعلى فرن شغال تحت، بس اوعي تشغلي شوايه عشان انا عايزه اللحمه تتشمع بس ما تنشفش. وبعد 10 دقايق دي النتيجه، قطعه لحمه لونها يجنن، المزازه اللي في الليمون كسره حده الدهون اللي في اللحمه، اما بقى الزبده مع التوم مع البقدونس فمدين طعم للحمه انا مش قادره اوصفه. جربي انتي وهتعرفي. ولا تسويه اللحمه وذوبانها يا جماعه حاجه كده مش هتشوفي في جمالها. ويلا بينا نفنش اللوحة الفنية دي. حطي لي صف رز وصف عيش بالتناوب كده، وانزلي فوقيهم بصوص الطماطم الرهيب بتاعك. رصي اللحمة وشوية بقدونس على الوش عشان نكسر اللون، وقدمي بقى فتتك الشهية بتركاتك العالمية، بس ما تنسيش تدعي لطنطك شيماء البهية. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: القلوب أوعية الشفاة أقفالها، والألسن مفاتيحها،
فليحتفظ كل إنسان بمفاتيح قلبه. واتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.